لو حقيقي عايزه تبني احسن سنه في حياتك يبقى الفيديو ده ليكي، واكيد ما طلعلكيش صدفه. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل، ودي سلسله بدايه جديده للسنه الجديده. في الفيديو ده هصدمك واقول لك ان مش لازم نجري في بدايه كل سنه على الاهداف دي، بدايه عاديه، لكن لو عايزاها مميزه حقيقي احنا بنبدا بالاتجاه. يعني مش بس انا عايزه ايه، لكن انا عايزه احس بايه. عايزه تحسي بهدوء، قوه، حريه. النيه هي البوصله الحقيقيه، والاحساس هو اللي بيظبط طاقتك وترددك عشان توصلي للي انت عايزاه بسهوله ومتعه اكتر. الخطوه الثانيه هي العادات، عشان النيه من غير عادات مجرد حماس. يعني لو نيتك السنه دي تكوني حاضره، يبقى لازم يكون في عاداتك اليوميه على القليله 5 دقائق تامل. عايزه ايجابيه اكتر، يبقى لازم تبداي كتابه وجورنالينج، امتنان يومي. عادات بسيطه تكون ثابته، ركزي على قليل دائم. ثالث خطوه الالتزام والمتابعه، عشان مش معنى ان احنا بدانا يبقى ضامنين نكمل. لازم نعمل تشيك بوينت، نقط تقييم حقيقي. العادات الجديده اللي عايزه تزرعيها لازم تعملي لها هابي تراكر او مراقبه عادات، تشيك ليست بسيطه، وتعملي تقييم لحياتك بشكل شهري او ربع سنوي. ده بيساعدك انك تفضلي مركزه وتفضلي مكمله. الخطوه الاخيره اللي مش كل الناس بيتكلموا عنها، المتعه الحقيقيه، التخيل والرؤيه الواضحه. ازاي تتخيلي نفسك وانت واصله لاهدافك، وتبقي حاسه وسامعه وشايفه نفسك في اللحظه دي وانت عايشه الحياه اللي انت بتتمنيها. كوني صوره واضحه لكل حاجه كانها حصلت بالفعل. والخطوه دي هي اللي بتساعد حقيقي بقوه على تجلي احلامك والحياه اللي طول عمرك بتتمنيها في الواقع بتاعك. يكون في قرار قوي انك تعيشي الرؤيه دي. ولو عايزه تعملي السيستم الصح ده بقوه مع كوتش، وتتعلمي ازاي تعمليه كل سنه، يبقى لازم تحجزي مكانك معانا في ورشه الفيجن بورد او لوحه الاحلام ل 2026، لان الفيجن بورد الحقيقيه مش مجرد تلزيق صور. احجزي مكانك دلوقتي والحقي الحجز المباشر. اكتبي لي سنه جديده وهنبعت لك التفاصيل. بس خلاص.